بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا تويوتا كرولا موديل 2022. اول فئه الكرسي اللي ورا بينزل من غير مخدع. قبل ما ندخل في التفاصيل، احنا كنا حالين الطاره دي عشان نعمل لها جراب جلد. فالعربيه دايره قدام حضرتك، مفيش لمبه ارباج منوره ولا لمبه اعطال. بسم الله ما شاء الله. العربيه لسه عامله 340 كيلو، ربنا يبارك لصاحبها يا رب في شرها. عملنا الجراب الطاره، بما اننا بنتكلم على الطاره، اسود خيطان بيتي، جراب متفصل داخل تحت المالتي، مش وهي راكبه. طبعا الطاره لها طريقتين، تختار اللي انت عايزه. ندخل على الفرش. فرش الكراسي اسود ونبيتي، خيط بونت نبيتي، تصميم بالمكنه الكمبيوتر الديزاين بتاع التويوتا اللي بينزل في الظهر بس صاحب السياره اختار نعمله في الظهر وفي القعده. طبعا انت ليك حريه الاختيار، سواء الفرش لون واحد او لونين، نفس الكلام لون الخيط، نفس الكلام التصميم او الديزاين بالمكنه الكمبيوتر او مكنه عاديه او حتى ساده خالص من غير اي تصميم. انت ليك حريه الاختيار. احنا عندنا الغرزه، الفينش، التجسيم، ده كله من غير ما نبوظ في الاصلي. شيل ده في اي وقت او اطلب مني ان انا اشيل لك الفرش ده واوريك الاصل سليم ولا لا قبل ما تستلم مننا العربيه. بفضل الله لا بندي غرز ولا بنقطع في الاصل خالص. مخدع الكونسول عملناه مع الفرش. بمناسبه الكونسول، صاحب السياره اختار نعمل له دي بيانو بلاك زي اللي بتنزل في الفتيس، وكمان معاهم الاربع مفاتيح بتوع الازاز زرار مع زراير. وعملنا الاربع ابواب جلد بس الكنتاره الجلد بتاعنا، وده جلد مش قماش، يعني تغسله مهما تغسله لا هيبقع ولا هيكمكم ولا هيغير لون ولا هيلم تراب. هو جلد مش قماش ولكنه جلد الكنتاره. اعتقد ان هو باين قدام حضرتك في الفيديو. وده شغل البيانو بلاك. ما عملناش دواسه الارضيه، عملنا كراسي، مخدع كونسول، ابواب وجراب للطاره والبيانو بلاك بس. هفتح لك جنب باب عشان تبص على الغرزه. ما شاء الله هتلاقيها مسطره. لو في عوجه في الخيط في اي حاجه هتقعد مهما تكون عقد على الفرش. بص كله متجسم، مش هيعبي هوا تحتيك ولا هيحتاج يتشد مع الوقت. ونفس الكلام بص جراب الطاره متفصل زي الاوريجينال، مش هيلف معاك مهما العربيه وقفت في الشمس. شوف الغرزه، جلد محبب، جلد الماني. اعتقد هو باين قدام حضرتك اهو. بسم الله. اول فئه بتبقى من غير مخدع، انما المخدع موجود على طول في بقيه الفئات من اول الثانيه وانت طالع. بص الغرزه ما شاء الله. بص الغرزه. عودتوا بقى انتوا على التفاصيل وفتحات الحزمه. ولو كان في مخدع كنت هفتحه لك واقفله لك، ما فيش اي كلكعه. بص الغرزه في المخدع ما شاء الله. بص الغرزه من هنا نفس الكلام. بص الغرزه. هلف لك وهوريك كل حاجه. بص البيانو بلاك اللي احنا عملناه مع الاصل اللي في الفتيس، كل حاجه على وضعها، مفيش فرق خالص ما شاء الله. بالمناسبه العربيه دي جت لنا مخصوص من بنها. يا رب دايما عند حسن نظر الناس كلها، سواء اللي بيجي من المنصوره او من اي محافظه تانيه. اللهم امين. بسم الله. بص الغرزه من هنا. بص الغرزه. بفتح لك كل الابواب كانك قدام العربيه. نفس الكلام، ادي الباب واصلك. كنا بنقع في غلطه ان الباب ده بيعمل كلكعه في الجلد، المفتاح ده بيطلع تاني. بفضل الله وصلنا الحل وعملناه. بص كل حاجه بقت على وضعها. بص التفصيل ما شاء الله. ربنا يبارك في الصحابه يا رب. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول وما تزهقوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم.